لاعب اللي يتحفنا في الملعب في المستطيل الأخضر، وكذلك يتحفنا بتواضعه وأسلوبه الممتاز في الحياة. هكذا هم النجوم اللي على شكلة ليو ميسي. كان جدا يعني مبسوط مرتاح، وحقيقة قعدنا دردشنا معاه، سولفنا معاه أنا وإخواني في مجلس قناة الدوري والكاس. ميسي للتوضيح هو جاي في قطر باعتباره أحد سفراء أوريدو، واليوم ميسي شاف الشباب اللي عندي في المجلس، خالد أحمد مبارك، كابتن خليل مايد، وكابتن عبد العزيز العنبري، كابتن عبيد جمعة اللي تكلم معاه بالإسبانية شوي، محمود سلطان، والسنياري مبارك مصطفى. زيارة كانت بالنسبة لنا احنا جميلة، أن نجم في حجم ميسي أن يكون معنا في قناة الدوري والكاس، وتحديدا في مجلسكم أنتم يا مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الدوري والكاس. اليوم طبعا كانت زيارتي لنا العصر، فخلونا نشوف اللقاء اللي تم بنا. واللقاء يعني خلونا نقول لكم بسيط، ولكن استمتعنا مع ليو ميسي اللي كان معنا وجاوبنا على كل أسئلتنا اللي احنا سألناه. اللقاء مدته نص ساعة، فخلونا نشوف زيارة ميسي لنا ولقائنا معه. ميسي طبعا هو جاي يبي يتعرف على المجلس اكثر، احنا ما راح نطول معاه بالتاكيد، ولكن حلو لنا احنا كمجلس قناه الدوري والكاس انه يكون في ضيافتنا احد نجوم كره القدم في العالم كله، نجم برشلونه ونجم الكره الارجنتينيه ميسي. اهلا وسهلا بك ميسي في قطر وفي مجلس قناه الدوري والكاس. شكرا جزيلا. خلينا نتكلم. طبعا كلنا نعرف ان ميسي جاي لقطر من اجل التزام قمت مع راعيك اوريدو، ويتمحور حول تقديم محور او مشروع اجتماعي متميز للعيادات المتنقله بين المؤسسه الخاصه بك واوريدو. فيا ريت تعلمني كيف جرت الامور مع اوريدو ومشروعك هذا الجديد. في الواقع عندما ابتدأنا هذا المشروع في جمعيتي وفي المؤسسة الخيرية لمساعدة الناس، وأنا اتصلوا بي ووافقت على هذا المشروع، وأردت أن أساهم بما أقدر عليه، وسألت عن احتياجاتهم وكيف يمكن أن نشجع عن طريق جمعية مساعدة أوريدو. طيب نحن نعلم أن من المهم جدا بالنسبة لك بأن المؤسسة الخاصة بك مؤسسة ليو ميسي أن تتواجد في كل مكان. هل ممكن نعرف ما هي نشاطات هذه المؤسسة، مؤسسة ميسي؟ في الواقع الجمعية أو المؤسسة الخيرية تعمل من أجل مساعدة الأطفال وأطباء في رعاية حتى نصعد بالاحتراف وتنويع الرعاية الصحية، وأن نشارك في المساهمات الرياضية. والحقيقة أننا لدينا مشاريع مختلفة ومتعددة، ونحن سوف نرى كيف نتعاون مع بعض. أنا بالنسبة لي فخور بأن شركة قطرية الآن تعمل مع ميسي وهي أوريدو. أنا أيضا أريد أن أعرف شعورك وأنت تعمل مع أوريدو، كيف ترى العمل معهم؟ في الحقيقة أنه شعور بالارتياح، وأنا مسرور وممتن بالعمل معهم ومحاولة إنجاز مشاريع خيرية لفائدة أناس يحتاجون ذلك،
بالنسبة لجمعيتي في الواقع في كل الوقت كانوا على اتصال معي للمساعدة. اليوم قمت بأعمال خيرية أيضا في قطر، عرفت أنك ذهبت إلى اليتامى مع أريدو ودريما والمتحف الإسلامي كذلك. نعم بالفعل، لقد تنقلت إلى المتحف ولقد زرت كل هذه الأماكن. خلينا ننتقل ليو إلى برشلونة، النادي الذي أنت فيه الآن، وكم جعلت من أبناء هذا العالم وهذا الكون يعشقون برشلونة بسبب ليو. هل لنا نعرف اليوم كيف كان الذهاب إلى برشلونة في سن مبكر؟ وصلت إلى برشلونة كان عمري 13 سنة، وفي البداية كان كل شيء غريب ومتغير بالنسبة لي، وتأقلمت مع الحياة الجديدة، وكنت كذلك مع طفل آخر كان بعيد عن أهله كذلك ويتدرب معي، وكنا في نفس الظروف، وهكذا تأقلمنا. هل تخيلت بأنك سوف توقع واحدة من أكبر العقود في عالم كرة القدم؟ لا في الحقيقة لا، بالواقع عندما كنت صغيرا لم أكن أحلم بذلك، وبالصعب أن تلعب في الدرجة الأولى مع المحترفين خاصة عندما كنت صغيرا، وفي الواقع عشت أشياء لم أكن أحلم بها أصلا. هل كانت من السهل عليك التكيف مع نادي برشلونة؟ في الواقع في البداية كان الأمر صعبا جدا، كان عمري 13 سنة وقد تركت أهلي وكل شيء في الأرجنتين وبدأت حياة جديدة بالنسبة لي، وكنت محاطا بأناس آخرين بعيدا عن بيتي، وتجد نفسك تلعب مع أحسن أندية العالم، فليس من السهل. إذن هل أستطيع أن أقول لك هل أنت ممتن لفرانك ريكارد باعتباره هو من قدمك في سن 17؟ بكل شك، بأدنى شك، بدون أدنى شك، دائما أقول أنني أدين بالفضل والفرصة أتاحت لي من قبل هذا المدرب في الفريق الأول، وقد أعطاني الثقة عندما كان عمري 16 و17 سنة، وكنت دائما أقول أن تلك كانت حقيبة مهمة في حياتي. كيف كان شعورك عندما لعبت أول مباراة كبيرة مع برشلونة؟ لقد كان إحساسا لا يمكن وصفه، كان حلمي يتحقق أمام عيني منذ نعومة أظفاري، كنت أكافح حتى أصل إلى ذلك اليوم. هل تعتقد أن مستقبلك المهني بدأ عندما سجلت الهدف الأول ضد فريق الباسيتي؟ لا، ليس هذا بالضبط، ولكنه كان ذكرى تاريخية مهمة جدا بالنسبة لي، أن أسجل أول مرة لفائدة برشلونة، وقد حققت حلمي أن ألعب في الدرجة الأولى مع هذا الفريق الكبير، وكانت خطوة كبيرة أن أحرز ذلك الهدف. أنا شرحت لك في البداية أن معي نجوم كرة القدم في الخليج من دول الخليج كلها، وكل واحد له تاريخ كبير في عالم كرة القدم من الهدافين والمدافعين والمدربين وإنجازاتهم. كذلك لدي المستشار، أنا أسميه معي اللي هو مستشار إداري وإعلامي كبير، ماجد الخليفي، عنده سؤال بوجه لك إياه. احنا سعداء بوجود ميسي. عندي سؤال، ماذا يعني لك رقم 10؟ خصوصا بعد ترك رونالدينيو للنادي. بالفعل لقد كان أمرا صعبا أن أحمل القميص رقم 10 بعد أن حمله رونالدينو لفائدة نادي برشلونة، وبالطبع هو بنفسه شجعني وقال لي يجب أن تحمل رقم 10، وقد فعلت ذلك بكل ود وبكل حب وبكل هدوء، ولم أفكر في رمزية ذلك الرقم. ميسي، هل لي بأن أسألك سؤال شخصي؟ من هو أفضل مدير أعمال مر على ميسي؟
بالنسبة لي كما قلت أنا أمتن لريشكارد لأنه كان شيئا مهما بالنسبة لي، ولكن غوارديولا أعتقد أنه أحسن مدرب عرفته في حياتي. نعم. هل الكابتن خليفة ودك تسأل؟ تفضل. أهلا بك في دولة قطر، وأهلا بك في قناة الكاس والدوري بيننا، احنا نتشرف بك. غوارديولا عندما حقق الإنجازات الكبيرة مع برشلونة طبيعة الحال كانت لكم مساعدة معه كبيرة جدا. ما هي القدرات الخاصة اللي كان يمتلكها، وهل يستطيع بها أن يحقق إنجازات مع بايرن ميونخ؟ غوارديولا له إمكانيات ومهارات كبيرة جدا، وهو ينجح في كل ما يعمل. هو مدرب يفهم جيدا في كرة القدم ويتقن إعداد المباريات والتحضير لكل المنافسين بطريقة مكتملة، وهو يعلمك كيف تهاجم، كيف تتأقلم مع كل خطة حسب المباراة. وأظن أنه كان إنجازا عظيما مع برشلونة، وكان محظوظا بذلك الفريق، وقد أعطى إليه الإضافة اللازمة للنجاح. طيب خلينا أسألك سؤال عن غوارديولا، بما أن الكابتن خليل تكلم عن غوارديولا. هذه قهوة عربية، وأتصور في زيارتك لقطر اليوم تعرفت عليها الكثير. تفضل. قال كيف ينجح مع بقول لك شكرا. ما قال حاشا. ميسي شكرا. ميسي هو أفضل لاعب رأيته في أي وقت مضى. كلمة قالها غوارديولا، ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ في الواقع هي شهادة أفتخر بها، ومن عندما يأتي من قبل مدرب كبير مثل غوارديولا، والذي أعطى الكثير لكرة القدم ولزملائي وللاعبين، والذي درب فريقا كبيرا، أنا ممتن لهذه الشهادة اللي أعتز بها. طيب ما هو السر وراء نجاح برشلونة في السنوات الماضية؟ أعتقد أن العمل الجماعي والمجموعة اللاعبين المتميزين في نادي برشلونة فهم على كفاءة ومهارة عالية، هم من أحسن اللاعبين في العالم. نحن كان لدينا فريق ممتازا جدا ومتفاهما ومتجاسما، وبالطبع كان ذلك أسهل، وكان لدينا العزيمة للفوز وتقديم أحسن ما عندنا. البعض يعتقد أنها نهاية برشلونة مع نهاية الجيل الحالي، هل تتفق أم تعتقد أن النجاح سوف يستمر؟ لا، أنا أعتقد أن لبرشلونة مخزون كبير من اللاعبين الشبان الموهوبين، ومن البراعم التي تبشر بكل خير، ولقد فزنا ب4 بطولات متتالية، وليست نهاية برشلونة، هي ربما بداية عهد مختلف. عبد العزيز العنبري. احنا سعداء فيك يا ميسي بوجودك بالدوحة، وخاصة في قناة الدوري الكاس والمجلس. ما هي العوامل اللي ساعدت على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ بالذهاب والإياب في 7 أهداف؟ شنو العوامل اللي موجودة كانت ثقيلة هذه؟ في الواقع لقد كانوا أفضل منا في المباراتين. نحن لعبنا بدنيا بطريقة جيدة، حاولنا أن نجاري النسق، ولكنهم كانوا أحسن استعدادا منا في هذا النصف النهائي لعوامل متعددة. بالطبع النتيجة كانت مبالغة، 4-0 ليست نتيجة معتاد عليها. هدفان كان فيهما شك كبير، ثم اللعب في الكامب نيو وأنت تحمل خسارة 4-0 كان الأمر صعبا، ولكنهم كانوا أفضل منا بكل صراحة.
I like برشلونة. كابتن عبيد تفضل. ميسي بينفيندو. بس لكن بسأله سؤال، هل تعتقد أن أسلوب الفريق في اللعب أصبح متوقع ومعروف عند الخصم للخصم؟ فعلا كل مرة يكون الأمر أكثر تعقيدا، فنحن نلعب منذ سنوات بنفس الطريقة التكتيكية، وقد تعودت الفرق على لاعبنا وأصبحوا يبحثون عن الحلول لمجاراتنا في اللعب، ونحاول تغيير الأمور. وأظن أن برشلونة لديها من الرصيد البشري والكروي للتأقلم مع هل كان غياب فيلانوفا عاملا في أداء الفريق مرضه؟ أكيد بكل تأكيد غيابه أثر على الفريق، وكنا نتدرب بدون وجوده. بالطبع كان المدرب الأول غائبا، ولكننا كنا متفاهمين مع باقي الفريق التقني وتعودنا على اللعب بهذه الطريقة، ولكن وجوده في بعض الفترات كان يكون مهما جدا. اللاعب الذي سجل 3 أهداف في مرمى المنتخب البرازيلي في كأس العالم عام 1982، خالد سامان عنده سؤال لك. 81. ميسي، سعيدين بشوفتك واهلا وسهلا فيك في قطر. سؤالي يقول انت فزت بالذهبية 3 مرات، 4 ايش مرات. تعني لك؟ 4. 3 ولا 4؟ 4. 4 مرات، ايش تعني لك؟ 4 كرات ذهبية متتالية أيضا وراء بعض. أنا دائما أقول أنني المهم بالنسبة لي هو اللعب الجماعي ومساهمتي مع زملائي في اللعب، ولكن الفوز ب4 كرات ذهبية متتالية ذلك يعني الشيء الكثير بالنسبة لي، وأنا فخور بذلك، وهو ستبقى من أجمل الذكريات بالنسبة لي بفضل العمل الذي قمنا به في برشلونة وقام به زملائي في منتخب الأرجنتين، وكل ما فزنا به من ألقاب بفضل العمل الجماعي أكثر من اللقب الفردي. خلينا ننتقل ليو إلى محور آخر، محور المنتخب الأرجنتيني وكأس العالم. سؤال أول في بالي، هل ممكن أن تكون الأرجنتين من المتسابقين أو أحد المرشحين للفوز بكأس العالم القادمة؟ بكل تأكيد نحن على الطريق الجيد، تنقصنا بعض الأشياء لتطوير لاعبنا ولتحسين مستوانا، ولكن أعتقد أننا في الطريق الجيد بما أن فزنا بأغلب المباريات، وعلينا أن نعمل بأكثر جدية وإعداد أنفسنا، ولدينا الوقت الكافي لنجهز أنفسنا ونحسن لاعبنا. مبارك سنياري. نتشرف فيك في مجلسنا العامر. أنا عندي سؤال بخصوص ليمار لاعب منتخب البرازيل، لو انضم لبرشلونة هل بيكون التوتي قوي بينك وبين نيمار؟ لا مبارك، احنا في محور المنتخب الأرجنتيني. لا، على اللاعب لو انضم لفريق برشلونة خالد، هل بيكون ثنائي قوي في برشلونة؟ نيمار. أول شيء لا أعلم إن كان سيأتي إلى برشلونة أم لا، ذلك ليس أكيدا، هو فقط يعلم أين ستكون وجهته المقبلة، لا نعلم شيئا. وإذا ما التحق ببرشلونة بالطبع ستكون إضافة رائعة بالنسبة لهذا اللاعب المتميز خاصة في الفرديات، وستكون إضافة مهمة جدا بالنسبة للفريق أكيد. أحمد. أول شيء طبعا رحب في ميسي عندنا في قطر، وأساسا أنا من عشاق برشلونة ومن عشاقه هو شخصيا. سؤالي يقول طبعا أنت حطمت جميع الأرقام العالمية، هل وطلع في كلام من أسطورة كرة القدم على مستوى العالم، هل أنت تحس إذا أخذت كأس العالم مع الأرجنتين راح تكون أنت الأسطورة الوحيدة على مستوى العالم؟
أنا لا أعلم، أنا لا أفكر في ذلك أصلا. أنا أتمنى أن نفوز بكأس العالم لما ترمز إليه هذه الكأس بالنسبة لكل اللاعبين وللأرجنتين وللشعب الأرجنتيني. سيكون شيئا رائعا. المهم هو الفوز بتلك الكأس ولا أفكر في إنجازاتي الفردية. جاسم. سعيدين بوجوده معنا طبعا، وانا برشلوني وبرضه من محبينه كلاعب. سؤالي هو الا يعني انا اعتقد ان البرازيل الان اصبحت من الدول الغير مرشحه في مشاركتها في كاس العالم، فطبعا هذا بسبب ضعف المستوى او الهبوط مستوى، فما ادري ايش راي ميسي في الموضوع هذا. لا أعتقد ذلك. البرازيل يبقى دائما البرازيل، ويبقى دائما من أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم. لهم لاعبين من طراز عالي، ولا يمكن أن نحكم بالمقابلات الحبية والودية على مستوى الفريق البرازيلي. فالمنتخب البرازيلي ليس منتظما بسبب غياب بعض اللاعبين، ولكن عندما نتكلم عن كأس العالم سيكونون بالتأكيد جاهزين كما العادة، وهم لاعبين مميزين. مايد. ميسي أنا من محبين اللاعب زانيتي. على كل الشباب يقولون يحبون برشلونة، أنا ريال مدريد. بس محبين زانيتي حقيقة. الآن زانيتي بيعتزل، بيترك الكرة من على انتر ميلان، وأنا زعلت إنه في كأس العالم الأخير ما شارك معاكم عندما كان مارادونا مدرب الفريق. إيش رأيك في اعتزال زانيتي؟ قاعد. أعتقد أنه بالنسبة لي زانيتي أعطى الكثير لكرة القدم وللمنتخب الأرجنتيني والإنتر دي ميلانو، أين لعب وقتا طويلا، وهو لاعب مميز وأعطى الكثير لكرة كما قلنا، وسيكون من الصعب تعويضه بالنسبة للمدافع الأيمن مثله هو. محمود سلطان. نتشرف ان نقابل ميسي، وهذه اكبر مفاجاه المجلس يقدم لنا احنا كرياضيين ونشاهد قدامك، وهي حلم لنا كلنا صراحه بامانه. من الفرق اللي تحس انه خصم حق الارجنتين الرئيسيين يعني في كاس العالم. في كاس العالم. أعتقد أن الفرق هي نفسها الفرق المرشحة، الفرق الكبرى مثل إسبانيا، مثل ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، البرازيل، وهي المنتخبات الأكثر أفضلية في العالم والتي دائما تتنافس على كأس العالم رغم وجود بعض المفاجآت من حين إلى آخر في المرحلة النهائية. بس هي حمود سلطان اللي يسألك الآن هو حارس المنتخب البحريني سابقا، هو نجم كبير، لكن أتوقع لو كان على أيامك الحالية سوف تسجل فيه 100 هدف في يوم واحد. لا ما يقدر. لكنه حارس كبير. ميسي، خلينا ندخل في حياتك الشخصية نوعا ما أكثر فأكثر. يعني عندما تحدثنا مع الإعلام وقلنا أن ليو سوف يتواجد معنا في المجلس، كانت هناك مثل الضجة الإعلامية الكبيرة الهائلة. إذا أنت في الشرق الأوسط، أنت في الوطن العربي، أنت الآن في قطر وهذه الضجة الكبيرة، فما بالك لما تذهب إلى الأرجنتين أو في معقلك في برشلونة؟ كيف تكون حياتك؟ هل هي حياة طبيعية تمارسها بشكل طبيعي أم؟ لا، في الواقع أنا متعود على ذلك. لقد تعودت على الضجة الإعلامية وأحاول أن أعيش حياتي بطريقة طبيعية وأكون مع عائلتي. أنا أحب عائلتي كثيرا وأحب المكوث في البيت ومع أصدقائي. أنا أعيش حياة عادية، الفرق الوحيد هو في الشارع عندما تلتقي بالناس والكل يريد التقاط الصور، وأنا أحاول تلبية طلبات الجميع على قدر المستطاع. عندما لا تستطيع، هل هناك من يصفك بالمغرور أو ما شابه ذلك، أم كيف تستقبلها وأنت مشغول أو منهمك وتعبان، يعني منهك؟
أنا أحاول دائما أن أتجاوب مع الناس وعلى أن أعطي الصور والتوقيعات، وعندما لا تكون في حالة جيدة فالناس يحسون بك ويحاولون مساعدتك ويحترمون ذلك. لكي تحافظ على نجوميتك وقدرتك على العطاء، ما هي التمارين الرياضية التي تقوم بها؟ هل هو نومك منتظم يعني من الساعة كذا للساعة كذا حتى لجدول للنوم؟ هل هناك نظام غذائي صارم يقوم به ميسي أم ماذا؟ نحن كلاعبين نتدرب مع بعض ونلعب مباريات متعددة. بالنسبة لنظام التغذية نحن نتبع نظاما غذائي داخل النادي ولا يفرضون علينا شيء، ولكن نحن نحاول التأقلم مع الجداول التمرين الرياضية وأن يكون نظام غذائي عادي، ولكن ليس من الهوس أن أحدد ما أكل. بالأمس كنت أشاهدك مع ابنك في التلفزيون، هل ترغب بأن يصبح ابنك لاعب كرة قدم؟ تياغو؟ بطبيعة الحال أتمنى أن يلعب كرة القدم، ولكن سنجعله يقرر ما هو يريد. إن لا تعجبه كرة القدم ويخير رياضة أخرى فهو حر في ذلك. أنا أتمنى أن تعجبه كرة القدم ونصبح لاعبا. تتابع الكرة العربية؟ في الواقع الشيء القليل، قليل جدا. طيب هل تفكر في اللعب في قطر عندما تشاهد اليوم باتيستوتا من الأرجنتين، إيفنبرغ، كانينجا من الأرجنتين، راؤول غونزاليس اليوم في قطر، غوارديولا المدرب الذي درب ميسي في فترة جاء قطر، هيرو قائد ريال مدريد، الكل جاء إلى قطر. هل تفكر في المستقبل أن تكون أحد هؤلاء الذين أتوا إلى قطر؟ أنا لا أعلم، العلم عند الله، ولكن ربما الوقت مبكر جدا عن التفكير في اللعب خارج نادي برشلونة، ولكن في الواقع أنا لازلت ملتزم مع النادي وربما أفكر في اللعب مع الأرجنتين. ربما قد أحظى بفرصة اللعب في قطر، الأمر سبق لأوانه. كم مرة زرت قطر ميسي؟ أظن 3 أو 4 مرات قدمت إلى قطر. كيف وجدتها بين فترة وأخرى وآخر زيارة الآن؟ إن الانطباع الأول في غضون هذه السنة أن هناك تغييرات كبيرة ببنية تحتية متطورة وجديدة. لقد لاحظت هذه التغييرات بالفعل. طيب ما تتوقع ماذا من كأس العالم 2022 في قطر؟ لا أعلم إن كنت سأكون موجودا، إن كنت لازلت ألعب في كأس العالم تلك، ولكن أنا أعتقد أنه ستكون بطولة عالم مختلفة وجذابة، أتمنى أن تكون على مستوى عالي من النجاح، وبالنسبة لي لا أعلم إن كنت سأكون هناك. سؤال أخير خالد، سؤال خليل، آخر سؤال. يوم السبت 25 مايو شامبيونز ليج، نهائي شامبيونز ليج، بورسيا دورتموند بايرن ميونخ، توقعاتك؟ هل تتوقع المباراة؟ لا أنا لا أعلم. هما فريقان كبيران يلعبان كرة قدم جيدة جدا ولهم لاعبين ممتازين، وبالطبع يتعلق الأمر بالنهائي وصل إليه بكل اقتدار، وستكون مباراة هامة بالنسبة لكل الجماهير وليفوز الأحسن. هو سؤال أخير ليو، وأعرف أنك لا تحب أن تدخل في هذه الأمور، ولكن يسأل المشاهد
بعد رحيل مورينيو عن نادي ريال مدريد، هل تعتقد ستتوقف المشاكل أو اللهجات الكلامية بين الفريقين؟ أنا لا أعلم في الواقع، لا أعتقد أن ذلك مرتبط بريال مدريد أو بمورينيو. نحن ننظر إلى فريقنا ولقد حظنا بالفوز بالليغا، وسنحاول إعداد أنفسنا للألقاب والمواعيد المقبلة فقط، هذا الذي يعنينا. ميسي، شكرا لقديمك. اسمحوا يا جماعه ما في وقت، ما في وقت، ورا طياره. انا اسف. ميسي، شكرا جزيلا انك جيتنا قطر، والشكر الخاص انك زرتنا في مجلسنا، مجلس قناه الدوري والكاس. نتامل ان شاء الله ان تكون لك زياره قادمه لقطر وزياره اخرى لهذا المجلس، فنحن سوف نكون في انتظارك ان شاء الله. شكرا جزيلا على استضافتكم لي، لقد هديه من عبد العزيز العنبري. احنا تونا ماخذينها اليوم، يعني هذا مكتوب الكويت واسمي عبد العزيز العنبري فروم كويت. وابي توقيع هنا بس. وقع وقع يا ميسي، ما تفرط على طول ها. ميسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصور ان زياره ميسي كان لاحقا، لو سمحتوا لاحقا. ميسي كان في زياره سريعه لقطر عن طريق اوريدو، وبالتاكيد مشاهدينا الكرام تشرفنا بزياره ميسي الى مجلسنا، مجلس قناه الدوري والكاس، ونتامل ان شاء الله ان قدمنا شيء جيد مع اللاعب ميسي.